حسام محمود HR Person Specialist في بروسيرف هنا. انا كنت عايز الاول ادخل مجال ال HR، عملت سيرش على الانترنت عن الدبلومه فظهر لي كذا مكان، بس انا كنت بدور على حاجه يكون فيها ثيوريتيكال وبراكتيكال مع بعض، فلقيت بروسيرف مقدم دبلومه فيها كل ده بلس الخبره. انا كنت جاي ببدا ال HR من الصفر، فانا بدات المديولز كلها، فبدات اخد كل فانكشن واعرف المعلومات والسكيلز المطلوبه، بلس طبعا الورك شوبس اللي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، ودي علت مني في الجزء بتاع ال HR، وبدات اعرف شخصيتي واختار الفانكشن اللي انا هكون فيها فيما بعد. انا من خلال الدبلومه كان في ورك شوبس دايما في كل مديول، كل سيشن كنا بنبدا نستخدم السكيلز والانفو اللي احنا عملناها بشكل براكتيكال، فانا اكتسبت الخبره دي من الورك شوب. استنيت اول فرصه الفيكنسي بتتفتح وكانت انترنشيب، ترددتش ان انا اكون جزء من بروسيرف. تقريبا 100% من اللي انا درسته في الدبلومه هو طبيعه شغلي، يعني مش بس كان كلام نظري، لا ده انا بواجه اللي انا درسته يوميا في شغلي. لا اكيد ان انا احتكيت بالترينرز. الترينرز دول هم ناس تقال في المجال وهم احتكوا بسوق العمل، فطبعا ان قالوا لي الخبره دي بطريقه سهله اقدر ان انا اتفهمها، وده اثر معايا في شغلي وفي التاسكات اللي انا بعملها يوميا من خلال التوجهات اللي هم ساعدوني بيها اثناء الدبلومه. انا اوريدي رشحت الدبلومه ولسه برشحها، لان هي مش مقتصره بس على الليرنينج للناس اللي هي بتبدا من الصفر، لا هي ممكن كمان تعمل كوتشنج للناس اللي اوريدي بقالهم سنين شغالين HR بس مش عارفين يتخصصوا، فهو هيبدا يدرس الفانكشن ويقدر ان هو ياخد ديسيجن ويتخصص في حاجه معينه.